وجه مدرب الخضراء جمال بن ماضي انتقادا شديدا للمسؤولين على مركز سيدي موسى الخاص بتدريبات المنتخبات الوطنية بسبب تدهور حالة أرضية ميدانه، والتي أجبرته على تغيير مكان التربص إلى مدينة قسنطينة، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا أي ملعب جاهز، وذلك قبل مواجهتي تنزانيا في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 المؤجلة إلى سنة 2024، والمواجهة الودية أمام السنغال بدكار يوم 12 سبتمبر الجاري. وقال بالماضي في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى قسنطينة: يجب طرح السؤال للمسؤولين على المركز التقني بسيدي موسى عن سبب وضعيته، واسألوهم أيضا لما لا يوجد ملعب في الجزائر حاليا في أفضل أحواله. تنقلت إلى قسنطينة ووقفت على حالة الملعب، وأشكر كل مد يد المساعدة ووضعنا في أفضل الظروف. تنقل أيضا مساعدي إلى عنابة، لكن للأسف أرضية ملعب 19 ماي ليست في أفضل أحوالها مثل ما كانت عليه شهر جوان الماضي.